المنجقونة أو البريوش أو فطيرة السكر أو فطيرة شم النسيم أيًا كان المسمى بتاعها إيه، اكتبوا لي في الكومنتات عندكم بتسموها إيه، بس كل اللي أقدر أوعدِك بيه إنِّك هتعملي النهارده معجنات بعجينة تحفة تنفعِك في أي معجنات، لو نِفسِك فعلًا تاكلي معجنات صح اعملي العجينة دي، بولة أو طبق هتنزلي فيها بكوباية من الحليب الدافي ممكن تستبدليها بكوباية من المَيّة الدافية، معلقة كبيرة من السكر، نُص معلقة من الخميرة، هادوب الخميرة والسكر في الحليب وهاركنهم على جنب كده من 7 ل10 دقايق بس نختبر الخميرة بتاعتنا. بعد مرور 10 دقايق جِبت الخميرة بتاعتي، كانت تفاعلت معايا في أقل من 5 دقايق بصراحة. نزلت عندي ببيضة كاملة وبياض بيضة والصفار اركنيه على جنب هاقول لِك هنعمل بيه إيه دلوقتي، وكمان ضِفت عليه نُص كوباية من السكر وفانيليا طبعًا علشان البيض. آخد الكلام الحلو ده كله كده على العجان، ممكن تعملي الخطوة دي بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربي اللي هو مضرب البيض. مجرد ما السكر بتاعي داب مع الحليب نزلت عندي ب3 كوبايات ونُص من الدقيق، ما يعادل تقريبًا 500 جرام، يعني نُص كيلو من الدقيق، عليه رشة من الملح، عليه معلقة كبيرة كده مليانة من اللبن البودرة بتدّي تطعيمة جميلة جدًا للمعجنات، وكمان معلقة كبيرة مليانة من الكريم شانتيه بتودّي العجينة في حتة تانية، ونُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة من الملح. أقلّب الكلام ده كده بقى واعجن العجينة بتاعتي دي كويس جدًا. طبعًا ممكن تعملي الخطوة دي على إيدِك، أنا كنت على طول من يوم ما اشتغلنا مع بعض وأنا باعجن قدّامكم على إيدي، بس دلوقتي ما عادش ينفع للأسف، عندي مشكلة في كتافي، فابتديت إن أنا أستخدم العجان بتاعي. هاعجن العجينة بتاعتي دي كويس جدًا، وفي الآخر خالص عندي نُص كوباية من الزبدة ما يعادل 100 جرام من الزبدة، مش هانزل بيها كلّها، هانزل بالتدريج، لو أنتِ هتعملي أو هتعجني بإيدِك برضه هتنزلي كده. الزبدة بتاعتنا بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش متسيّحة ولا حاجة، هي بدرجة حرارة المطبخ. هانزل بيها كده بمكعب، مكعب لحد ما أخلّص عندي نُص كوباية الزبدة. لو هتعجني على إيدِك هتاخد معاكِ حوالي ربع ساعة عجن، لو في العجان هتاخد معاكِ حوالي 10 دقايق. شايفة؟ عجينة مطاطية شفافة تحفة. العجينة دي بقى ممكن تعملي بيها أي نوع معجنات، نِفْسِك تاكلي معجنات بقى قطنية وحلوة، استخدمي العجينة دي، تمام؟ دي علامة من علامات نجاح العجينة عندِك، عجينة طرية ما بتلزقش في إيدينا، ناعمة، كمان كده مهمًا تشدي وتمطّي فيها كده ما بتتقطّعش. أنا سِبتها بقى غطيتها وسِبتها لحد ما تخمر، أخدت معايا تقريبًا 3/4 ساعة، وده طبعًا بيرجع لدرجة حرارة الجو عندِك. أنا مش هانزّل أو مش هاخرّج الهوا من العجينة بتاعتي خالص، البريوش من المعجنات اللي ما بنخرّجش الهوا من العجينة، أنا يا دوب نزّلتها من البولة بتاعتي وقطّعتها ل4 كِوَر بالشكل ده كده، وتحاولي على قد ما تقدري وأنتِ بتكوّريها ما تخرّجيش منها الهوا. هاخد أول كورة معايا وهاقطّعها قطع متوسطة، يعني قد البيضة كده، لا هي يعني قد البيضة الصغيرة، لا هي قد الليمونة ولا قد البرتقانة، في النُص، قد البيضة الصغيرة بالضبط. هاخد كده أول قطعة معايا وهالفّها بالشكل ده كده، وده الشكل المتعارف عليه للبريوش حلزوني وألفّها حوالين نفسها. أهم حاجة إن الطرف بتاعي أجيبه تحت العجينة عشان ما يفتحش لا في الفرن ولا أثناء التخمير. تاني حاجة بقى هاخد القطعة التانية بس هاقطّعها ل3 قطع صغيّرين بالشكل ده كده، وهالفّهم وابرمهم قد بعض على قد ما أقدر. وتاني شكل معانا وهو الضفيرة، اتعاملي معاه معاملة شعر بنوتِّك خالص وضفّريه كإنِّك بتضفّري شعر بنوتِّك بالضبط. وبعد كده هاسويها من الطرفين بالشكل ده كده وأقفّلها كويس جدًا برضه عشان ما تفتحش معايا، وده تاني شكل معانا من شكل البريوش أو المنجقونة البورسعيدي. تاني شكل برضه معانا هيبقى برضه هنجيب 3 كده قطع صغيّرة وهنبرمهم ونلفّهم بالشكل ده، بس نحاول على قد ما نقدر إنّهم يبقوا رفيّعين أوي، وبرضه هالفّهم على شكل ضفيرة بالشكل ده. بس المرّة دي بقى هنقوم واخدينها ولافينها حلزوني حوالين نفسها، الشكل ده بعد التسوية بيبقى تحفة، بيبقى جميل أوي يا بنات، خلّي بالكم منّه كده بعد التسوية بجد بيدّيكِ شكل وردة كده جميل أوي. أنا أخدته بالشكل ده كده ولفيته حلزوني، وأهم حاجة طرف العجينة بتاعتي باجيبه تحت التقفيلة بالشكل ده كده علشان ما يفتحش معانا، ده كده تالت شكل معانا. رابع شكل البريوش اللي ممكن تعمليه، تاخدي قطعة من العجينة والعجينة علشان مخدومة كويس في العجن وكمان مضبوطة، هتبُصّي تلاقيها بتتفرد معاكِ بكل سهولة. أنا أخدت قطعة فردتها دايرة بالشكل ده كده بالسكينة وهاعمل فتحات في الآخر، بس مش هاوصّلها لآخر طرف العجينة. حابة بقى في الخطوة دي تحشيها سواء كان حلو أو حادق تمام براحتك احشيها، بس أنا عندي الولاد بتحبها سادة. كده أنا خلّصت كل الكمية اللي عندي رصيتها في الصاج وسِبتها تاني لحد ما تخمر، والبريوش من الحاجات اللي بتحتاج إنها تاخد وقت في التخمير، أخدت معايا بالضبط ساعة و20 دقيقة. بعد مرور ساعة و20 دقيقة صفار البيضة اللي قُلت لِك اركنيه على جنب جِبته حطيت عليه معلقة من الحليب ورشة من الفانيليا، ودهنت بيه البريوش بتاعي بالشكل ده كده. قدامِك بقى حل من الاتنين، يا إما تجيبي سكر حبيبات بس السكر في درجة من السكر بتبقى خشنة أوي كده، تمام، ده هاتيها كده ورشيها على الوش، لو مش حابة الخطوة دي تمام براحتك ممكن تدخّليها سادة.
بس برضه أنا عندي في البيت بيحبوها بالشكل ده كده. الفرن بتاعنا سخن درجة حرارة متوسطة، هتدخّلي البريوش بتاعِك يقعد من 10 ل15 دقيقة، مجرد ما يخرج من الفرن حابة تدهنيه وهو سخن لسه كده دهنة من السيرب التقيل أو العسل أو المربى أو حتى دهنة من الزبدة تمام، وغطّيه بفوطة وسيبيه كده حوالي 10 دقايق كمان. أنا بصراحة ما دهنتوش حاجة، أنا استكفيت بالسكر اللي أنا ضِفته وكمان استكفيت باللمعة القمر اللي هي خارجة عليه تحفة. عجينة طعمها حلو، ريحتها حلوة، مخدومة يعني فيها بيض وحليب وزبدة، لبن بودرة، كريم شانتي، عجينة تحفة، قطنية وهشة وجميلة أوي. مستنياكم تجربوها ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.